لحمة مشوية في الair fryer أجمد من الحاتي. يلا بينا نعمل اللحمة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بجد بطريقة وتتبيلة خطيرة وكمان دايبة وتحفة كأنك بتاكليها في أشهر المطاعم. يلا بينا نخش على التتبيلة. قطعت بصلاية كبيرة وطماطماية وفرمتهم كويس قوي في الكبة، عصرتهم ودي المية بتاعتهم. بعد كده زودت لهم معلقتين من الخل عشان تطري اللحمة بتاعتي وتطري الأنسجة. زودت معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقتين من كاتشب الباربيكيو. بعد كده نخش للتوابل الباودر. حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة من الفلفل الأسود، ورشة من جوز الطيب والملح طبعا حسب ذوقك. كده بقت جاهزة معايا أجمد تتبيلة وبجد بتخلي طعم اللحمة خطير. هجيب بقى اللحمة بتاعتي، هبدأ أرصها في الصينية. وطبعا كمية اللحمة والقطعية دي ترجع لذوقك وحسب أفراد أسرتك. هرص اللحمة زي ما انتوا شايفين. ويا جماعة تاني خطوة مهمة ان انا اغرق اللحمة بالتتبيلة زي ما انتوا شايفين كده، بحيث كل قطعة لحمة تبقى شاربة التتبيلة كويس قوي. وتاني خطوة مهمة برضو ان انا ابيتها في التلاجة. بجد جربي تبيتي اللحمة المشوية في التتبيلة في التلاجة، هتاخدي احلى نتيجة واجمد طعم، وبتبقى بجد بجد شاربة التتبيلة كويس قوي. تمام، تمام. هاحاول أشرّب كده قطع اللحمة من التتبيلة كويس أوي وألفّها بstretch وأدخّلها التلاجة لمدة يوم كامل. تمام، تمام. تاني يوم بقى تعالوا بُصّوا قطعة اللحمة شكلها إزاي دايبة أصلًا وشاربة التتبيلة كويس أوي وكمان لونها شرب التتبيلة كويس أوي. هاحطها في الair fryer بتاعتي وأدخّلها هنا تِلت ساعة، وبعد كده فتحت عليها بقت خلاص جاهزة معايا أجمد لحمة مشوية، أكيد الريحة واصلة. قدمت معاها خضار سوتيه وبطاطس لبناني. أتمنى تجربوها هتعجبكم قوي. التتبيلة خطيرة وريحتها تحفة. اللحمة مشوية بجد كأني شوياها على الفحم. لو حابين تشوها على الفحم طبعا تقدروا تتبلوا التتبيلة دي وتحطوها على الفحم، بتبقى خطيرة 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 وبألف هنا. متنسوش اللايك والشير، ولو عجبتكم الطريقة وجربتوها عرفوني في الكومنتس. أتمنى تجربوها من قلبي. باي باي.